النهاردة هنعمل مع بعض قرص طرية بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهنعملها بالزيت كمان مش بسمنة ولا بأي حاجة تاني. لا، هنعملها بالمية والزيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اعملوا لايك على الفيديو وقولوا لي بتتابعوني منين. يلا بينا نشوف هنعمل القرص الطرية دي ازاي. في البداية هنحضر مكونات القرص. معايا كيلو دقيق، معايا كوباية كبيرة مية، وطبعا على حسب ما ياخد مية يعني ممكن نحتاج تاني. معايا كوباية سكر وكوباية زيت، معايا باكو خميرة فورية، ومعايا معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. هحط رشة الملح على الدقيق، وبعدين هجيب باكو الخميرة هحطه على كوباية المية، وهاخد معلقة سكر كبيرة من كوباية السكر اللي احنا هنحطها على الدقيق، واقلبهم كويس لحد ما يختلطوا مع بعض، وهسيبهم على جنب شوية عشان نختبر الخميرة. هنبدأ بقى نخلط المكونات الجافة مع بعض. هحط شوية الخميرة في حدود بيكنج باودر في حدود معلقة كبيرة بيكنج باودر. احط كوباية السكر واقلبها كويس، وبعدين هنزل بكوباية الزيت، وهفضل اقلب فيها كويس لحد ما تختلط مع الدقيق كلها. اخلطها كويس مع الدقيق، لازم اتأكد ان الدقيق شرب الزيت. وبعدين هجيب كوباية المية بالخميرة اللي احنا عملناها. ابتدت تفور كده، الخميرة صالحة للاستخدام. هعجن كويس وهزود مية كمان. انا زودت مية بالتدريج لحد ما ادتني العجينة زي ما انتوا شايفين كده. القوام بتاعها لا ناشف قوي ولا طري قوي، قوامها حلو مش بتلزق في الايد. وطبعا على حسب نوع الدقيق بنحط المية. في دقيق بياخد مية كتير ودقيق بياخد مية قليلة، فمش مقياس ان احنا نحط مية بمقدار معين. هفضل اعجن فيها لحد ما تديني عجينة ناعمة بالشكل ده، وده سر نجاح الفطير او القرص بتبقى بالشكل الحلو. وغطيتها وعدى عليها ساعة، وطبعا خمرت وبقت بالشكل ده. شايفين ارتفاعها ازاي، ملت البولة. وده كده تمام، خمورها بقى مظبوط خالص. هبتدي اطلع منها الهواء ونشتغل فيها. بنزلها على الترابيزة وهوريكم طريقتين لعمل القرص. اول طريقة بنقطع قطع صغيرة كده من العجينة. بناخد قطع صغيرة وندورها على ايدينا بالشكل ده، وهحطها في الصينية واسيبها ترتاح شوية. زي ما قلت لكم الطريقة الاولانية دي بعمل كور كده واحطها في الصينية وبعدين اسيبها ترتاح وافردها. الطريقة التانية بجيب كورة كبيرة كده من العجينة واجيب النشابة وافردها كويس، وبعدين اجيب كوباية او قطاعة عندنا مدورة وابتدي اقطعها. بس بقطعها الفرد بتاعها بيبقى السمك بتاعها شايفين عالي ازاي. ما فردش قوي العجينة عشان ما تبقاش في الارتفاع بتاعها لما تخمر، ما يبقاش ارتفاعها، ما تبقاش هابطة كده، لا تبقى مرتفعة وحلوة. بعد ما قطعتهم بالقطاعة هبتدي الم العجين الزيادة ده، وبعدين هلمه واعمله كرة واسيبها ترتاح شوية، وبعدين نشتغل فيها تاني. ده طبعا الشكل اللي احنا قطعناه بالقطاعة. دي الكور اللي احنا عملناها في الاول، سيبناها ترتاح كده عشان لما نفردها ما تلمش معانا، تتفرد معانا بكل سهولة. الطريقتين سهلين خالص مفهومش اي تعقيد. بعد ما اخلصهم هسيبهم بقى شوية في حدود ربع ساعة لحد ما العجينة تخمر، وبعدين نخبزها. ودي القرص بعد ما خمرت، شايفين ارتفاعها عمل ازاي بعد ما خمرت. هخبزها بقى في الفرن، ولازم اكون مولعة الفرن قبلها بربع ساعة، يكون الفرن سخن. هدخلها الفرن هتاخد مثلا ربع ساعة تلت ساعة، وبتكون احمرت من فوق ومن تحت مع بعض. هحطها
على الشبكة في النص، وهتستوي فوق وتحت مع بعض. مقدار الكيلو طلع معايا 4 صواني حلوين زي ما انتوا شايفين كده. وده شكل القرص بعد ما خبزناها، طالعة مستوية وشكلها حلو. بجد طريقة حلوة جدا، اتمنى تجربوها هتعجبكم. الكمية طلعت حلوة جدا، يعني كيلو دقيق عمل معايا 4 صواني حلوين. وده الشكل النهائي بعد ما رصينا القرص كده في الطبق. دي اللي قطعناها بايدينا، عملناها كور صغيرة وبعدين بططناها بايدينا، شكلها طالعة جميلة وحلوة. والتانية اللي قطعناها بالقطاعة. وطبعا اللي يعجبكم تقدروا تعملوه. القرص هشة وطرية وجميلة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، باي باي.